مرحبا بكم على قناتكم بيكي كورة. تتابعون في هذا الفيديو آخر أخبار شباب بلوزداد اليوم. جديد صفقة فاروق شافعي، مستجدات إصابة اللاعبين بن غيث وشيشيكي، بالإضافة إلى الملعب الذي سيحتضن لقاء العودة ضد حافيا كوناكري ومفاجأة للجماهير. ابقوا معنا واشتركوا في القناة لتصلكم كل أخبار شباب بلوزداد لحظة بلحظة. منذ أسابيع أكدنا خبر توقيع اللاعب فاروق شافعي مع شباب بلوزداد، وها هنا نحن اليوم نؤكد أن الإدارة لا زالت عند كلمتها. الرابطة حددت موعد مع اللاعب وعضو من الفريق لاستكمال الملف ودراسة إمكانية منحه رخصة استثنائية كونه من اللاعبين العاطلين الذي سبق لهم تمثيل المنتخب الجزائري. الأجواء متفائلة داخل بيت الشباب بخصوص تأهيله في الأيام القادمة، واللاعب يواصل العمل مع محضر بدني خاص من أجل الجاهزية. أما بخصوص أخبار اللاعبين، فاللاعب عبد الرؤوف بن غيث يعاني منذ بداية الموسم من إصابة لم يشفى منها تماما، وقد عودته الآلام في اللقاء الأخير ضد مستقبل الرويسات. الجماهير تتساءل إلى متى يستمر الطاقم الطبي في إشراك اللاعبين غير جاهزين. نفس السيناريو تكرر مع واسع وكاسيس وشيكيشي، ما يستدعي إعادة النظر في طريقة التعامل مع الإصابات. وفي مفاجأة للجماهير وبنسبة كبيرة، اللقاء المنتظر أمام حافيا كوناكري في لقاء العودة سيجرى بنسبة كبيرة على ملعب نيلسون مانديلا ببراقي. وزارة الشباب والرياضة وعدت بإقامة المباراة بحضور الجماهير، ما يعني أننا سنعيش أجواء كروية عالمية في براقي. وسؤالنا اليوم موجه للجماهير البلوزدادية: لو كنت أنت المدير الرياضي لشباب بلوزداد، ما هي القرارات التي كنت ستتخذها لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات؟ شاركنا آراءكم في التعليقات.